السلام عليكم. نصيحة مني لو عايز تشتغل في الفراخ، لو هتشتغل أعداد صغيرة يبقى نوع. لو مثلا هتجيب 20 فرخ أو 50 فرخ، هات 50 أبيض على 50 بلدي حر على 50 فيومي واشتغلهم. لو عايز تطلع كميات لتجار جملة، يعني مثلا لو انت عايز تاجر يجيلك بعربيته وياخد منك، يبقى انت كده هتشتغل في صنف واحد وكبر الكميات. نزل 500، نزل 1000 على قد المساحة اللي عندك، او نزلي 200، مفيش مشكلة خالص. لو عندك 200 نزليهم، لو عندك لو مساحتك 100 نزلي، واهتمي بيهم واديهم لأي محل فراخ جنبك. لو انت عايز تدي بقى العربية، يبقى لازم تربي حوالي 500 ووحد الصنف. ما تجيبش اصناف كتيرة، يا ساسو بس يا فيومي بس، يا ساسو وفيومي ماشي مع بعض لان المناعه واحده، يا ابيض بس، لان الاهتمام يبقى واحد. انما لو هتشتغل اعداد صغيره، اللي انا بقوله لك ده بناء على تجربتي انا، لو هتشتغل اعداد صغيره، يعني انا ممكن مثلا في مره انزل، دي اقصى حاجه مثلا، ممكن انزل 200 ابيض على 100 بلدي على 50 مثلا فيومي على 100 مثلا او 50 سمان. ده يلم معاك ربح اللهم بارك اللهم بارك، حاجه ممتازه. طيب ده انا ببيعه ايه؟ تبيعه للجمهور، تبيعه للزباين، تبيعه لمحلات حواليك. انما لو عايز تدي العربيه جمله، يبقى الكميه اللي انت ربيتها في المساحه دي وليكن 500، لا نزل ال 500 ساسو على بعض او ساسو فيومي. اديهم اهتمامك، ربيهم كويس شهرين 2، اتصل بالعربيه، خلي اوزانك كيلو 700 كيلو 800، الاوزان دي اللي بتبقى مطلوبه. كلم التاجر، تعالى اخلص منهم في ليله واحده وخلاص على كده، وبرضو ان شاء الله ربنا هيرضيك وهتكسب. خدوا بالنصيحة وان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.